دي زباديه ب 2 جنيه ما فيهاش فايده، ودي زباديه ب 7 جنيه كلها فايده. وتعالوا بقى كده نشوف الفرق بين زباديه عاديه ب 2 جنيه وزباديه بلدي ب 7 جنيه. انا لولا ان جربت كذا حاجه وعجبتني ما كنتش هجرب الحاجات دي. عامه البان ابو كيله اللي في كامب شيزار عندهم كذا حاجه كده عجبتني. عندهم بقى منتجات كتير جدا زي سمنه بلدي وسمنه بقري وعسل نحل وزيت زيتون وعسل اسود وحجازيه وهريسه. بصوا عندهم كميه حاجات. عامه هم عندهم قسم لوحده السوبر ماركت ده فيه الالبان والجبن، والمحل التاني لحاجاتهم البلدي اللي هم بيعملوها. عندهم بقى زبادي بلدي وعصاير فريش، وكل منتجات الالبان حرفيا هم اللي بيعملوها. كل حاجه بتتعمل يوم بيوم وبيبقى مكتوب عليها تاريخ الانتاج. حاجه بقى كتير منا ما كانش يعرفها ان الزبادي اصلها اصلا ان يبقى فيها وش. فاحنا طول عمرنا بنشتري زبادي بلدي سواء كانت بجنيه او ب2 جنيه، فطول عمرها بيطلع ما فيهاش وش. المميز بقى في المكان ده ان انت بتشتري زبادي بلدي فيها لبن طبيعي وبسعر الزبادي البلدي العاديه اللي ما فيهاش اصلا لبن. احنا جربنا اول حاجه زبادي بلدي فراوله، ودي معموله من كل حاجه طبيعيه. طبعا في اختلاف بين الزبادي البلدي فراوله والزبادي البلدي الشركات، بس انا بالنسبه لي الزبادي البلدي فراوله دي تحفه. عندنا اهو فراوله دي ايه؟ تعالى فراوله المانجا، زبادي مانجا. تاني حاجه بقى جربناها وهي الزبادي مانجا. بص تلاقي الوش كله طالع. الزبادي المانجا سكرها مظبوط وكمان فيها مزازه المانجا كده، عجبتني قوي. نكهه المانجا واضحه قوي، المزازه بتاعت المانجا دي بحبها قوي. جاب الزباديه العاديه، الزباديه العاديه كلنا عارفينها، تيجي عليها ميه على الوش. دي الزباديه البلدي اللي كلنا عارفينها وسعرها بيتراوح من 2 جنيه لحد 6 جنيه. عامه سواء كانت ب 2 جنيه او ب 6 جنيه فهي ما فيهاش فايده وما فيهاش لبن اصلا. ده بقى اللي انا عرفته بعد ما جربت الزبادي دي. بقى نشوف الزباديه من ابو كيله. زبادي بلدي، زبادي بلدي معموله بلبن كامل الدسم، مش زي اماكن تانية بتعمله خالي الدسم. وده انا لاحظته في فرق الطعم ما بين زباديه بلدي طعم اللبن ودسمتها واضح فيها، بعكس الزباديه البلدي العاديه اللي بيبقى عليها ميه من على الوش تحسها كده خفيفه. عامه ده الفرق ما بينهم عشان ما حدش يفكر اني بظلم من المكان ولا حاجه. زبادي لايت او خالي الدسم. هم عامه كل منتجات الالبان دي هم اللي بيعملوها بنفسهم من مزارعهم. حبيت الاكتر الناس معينه. اكتر حاجات عجبتني المانجا، فراوله عاديه، اللايت، البودنج، مستكه، كراميل، شوكولاته. بدأنا اول حاجه بالبودنج مستكه. انا شايف ان قوامه حلو الصراحه بس طعمه تحفه. انا اكتر حاجه ممكن تكون عجباني في المكان ده وهي الجوده قصاد السعر. البودنج كراميل ده بقى الناس معينه، هو كان تقيل قوي وتحس كده في طعم قهوه. تقيل قوي تقيل قوي. بص احنا هنعمل كده. اخر حاجه بقى في البودنج وهي الشوكولاته، ودي احلى بقى فيها كيك من جوه مع الشوكولاته الصراحه تحفه. دي المفضله بالنسبه لي. اللي عجبوني بقى بالترتيب الشوكولاته المستكه الكراميل. رز بلبن قرعه مش مشيه وجيلي. الجيلي حسيت سكره خفيف كان محتاج يزيد اكتر من كده. اما بقى المشمشيه فهي تقيله جدا، قوامها تقيل قوي مش كل الناس هتحبها. الناس بس اللي بتحب المشمش والمشمشيه فدي هتعجبها. لما رحت ما كانش موجود الرز بلبن العادي فجربت الرز بلبن قرع عسل. هو بيبقى رز بلبن عادي متضاف عليه بقى قرع عسل طبيعي. رز بلبن قرع عسل على الجوده دي الصراحه انا مش شايف للمكان ده مناسب. بيعملوا بقى كمان عصاير وميلك تشيك كلها بتبقى فريش. اول مكان جربوا كل دول. احنا جبنا حاجات ياما قوي نجربها. ميلك تشيك فراوله، ميلك تشيك موكا، ميلك تشيك بلو. جربنا اول حاجه الميلك تشيك فراوله، هو ما فيهوش غلطه غير ان السكر فيه كان عالي لان انا بحب السكر يبقى خفيف. وجربنا كمان البلو بيري وهرتب لكم بقى ايه اكتر حاجات عجبتني. اخر حاجه جربناه هو الميلك تشيك موكا. الموكا يجي وراها البلو بيري يجي وراها الفراوله. حليب ايس كريم فراوله وحليب ايس كريم شوكولاته. عامه انا بحب الشوكليت فهتلاقوني دايما بميل ليها. الفراوله الصراحه مش ذوقي، هو الشوكولاته اللي تحفه. مشمشيه وفراوله. احنا جربنا قمر الدين وفراوله. قمر الدين كان تقيل قوي تحسه خام كده. جربنا برده كمان الفراوله، هي الفراوله انا حسيتها خفيفه شويه وقلت لهم عليها وقالوا ان هم يتقلوها في ساعتها. وهم بقى طلعوا كمان بيعملوا سوفت ايس كريم عشان السن. وهم حرفيا بيعملوا سوفت ايس كريم عمرك ما هتاكله غير من عندهم. هو حرفيا كريمه مش ايس كريم. جربنا بقى كمان منه اللي بالبلو بيري، والصراحه انا شايف ان السوفت ايس كريم عندهم مش محتاج اي اضافه. ودي بقى كل المنتجات اللي جربناها من قلبنا ابو كيله. بس كده كان معاكم جو ناصر، سلام.